فعاليات مركز صحي مدحة فعاليات جميلة ومتنوعة. أمس كان يصادف 20 من مارس وهو اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، ويوم مميز. وطبعا فعاليات قسم الأسنان بمركز صحي مدحة كانت فعاليات متنوعة امتدت حتى من الشهر الماضي، ويوميا فعاليات. اليوم أيضا عندهم كذلك بمناسبة الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، فعندهم فعاليات أيضا مع طلاب المدارس بالإضافة إلى الشاشة هذه، وكانت ولا زالت لشهر كامل أو لأكثر تتحدث عن نصائح سواء كان في قسمين، القسم الخاص بجانب النساء والجانب الرجال عبر شاشتين، نصائح وإرشادات لصحة الفم والأسنان. أيضا كذا طلاب وطالبات المدارس لقاءات وتوعوية، وهني ما شاء الله ماي مثلا شوف صحتي تبدأ من فمي، شيء جميل جدا. نشرات مع إضافة فرشات أسنان، مركز صحي مدحة عيادة الأسنان، نشرات متنوعة. أيضا توزيع بعض المذكرات اللي فيها بعض الأشياء اللي تتعلق بصحة الفم والأسنان، شغل جدا متنوع عن الأغذية الصحية أنها تحافظ على الأسنان بعكس الحلويات والأشياء هذه. فكل هذه أشياء تحاكي وتخاطب شريحة الشباب اللي لهم بإذن الله سبحانه وتعالى راح تكون وقاية جميلة للحفاظ على أسنانهم. هنا كذلك أضرار الرواسب الحيوية الجيرية على الأسنان، أسباب تكون الجير، معلومات جميلة بالإضافة إلى كذلك خيط الأسنان. فشغل كبير وشغل جميل، وحبيت أن أنقل لكم جانب منها. وتحية شكر لكل القائمين في مركز مدحة الصحي على هذه الفعالية الجميلة، والشكر لكل من ساندهم من الكوادر الإدارية ومن المؤسسات الأخرى. وتحية شكر للجميع، وهي رسالة نوجهها كذلك للحفاظ على الأسنان في الأجيال الصغيرة والكبيرة، للوقاية ولوقاية الأسنان وللمحافظة عليها. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.